ما تقعدش بقى تفكر وترتب وتقارن نفسك بده وعايز اسبق ده. احنا ما بنسبقش حد، احنا ما بنقارنش نفسنا بحد. انت عايز تبقى احسن نسخه منك، انت هتقارن نفسك بنفسك القديمه. فعشان كده ركز معايا ايوه في الفيديو ده، وبعد ما تخلص خالص هتبص على صندوق الوصف، هسيب لك لينكات مهمه ليك. ويلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديوهات رايحه وجايه وترتيبات وانجازات من الناس وخطط كمان للسنه الجديده، وعشان كده انا قررت اعمل فيديو ده عشان طبعا ما يفوتنيش الموضوع ده. فيلا بينا. انا الحماس اخدني وقررت ان انا هبعزق البعزوقه، والحقيقه ان انا بعزقتها. انتوا عارفين ان انا 5 جنيه بتتكلم، بس ازاي؟ والله ما هدخل السنه بايدي فاضيه. فمساء الخير، انا داخله السنه بالبوكس ده. طبعا فضولك هيقتلك انك تعرف محتواه، هتبقى تعالى لي على التيك توك او الانستجرام وهنعرف محتواه هناك كويس جدا. ايوه يعني بعزقت البعزوقه والحماس اخدك، وماذا بعد؟ اصبر عليا كده، انا جايه لك في الكلام اهو وهنتكلم جد. عارفه انك سمعت الكلمتين دول، بس انا هقولهم لك تاني. مفيش سنه بتعدي علينا بالحلو بس، كل سنه بتعدي علينا بالحلو والمر. ولو انت شايف ان السنه دي المر فيها كان اكتر من حلو، فكان المر فيها اكتر من الحلو. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك وانت هبله انت وعيالك. ما اصل العيب فيك بصراحه يا اخي، ما انت طول ما انت بتمدي ايدك تطلع لي بعلاقات توكسيك، وشويه تطلع لي باشكال غريبه، واختياراتك كلها في الحياه حقيقه ما تصرش، فطبيعي جدا يبقى المر اكتر من الحلو. بس هقول لك الصراحه، طالما طلعت من السنه دي بصحتك وحواليك حتى لو شخص واحد نضيف ومستوره والحمد لله، فنشكر ربنا ونرضى باللي فات. طب والبوكس يا مريم؟ بوكس ايه؟ لا استنى، انا جايه لك في الكلام اهو. كنت عايزه اقول لكم ان اهم امنيه ليا كانت في 2022 هو اني اتخرج من الكليه، وبعد صراعات طويله ومشاريع رايحه وفلوس طايره، فاخيرا الحمد لله اتخرجت من الكليه وبقيت احسن خريجه. وفي فتره قليله كمان قدرت ان انا اكون عيله تانية، سواء كان على انستجرام او على تيك توك او على اليوتيوب، واتكرمت الحمد لله في اكتر من حاجه، منهم تكريما عملت فلوج لي هنا وسايبه لكم على القناه، واخدت دبلومه الجرافيك اللي انا كان نفسي اخدها والحمد لله خلصتها. وسافرت اماكن كتيره جدا، اماكن جديده كان نفسي اروحها زي وادي الريان، واماكن تانية كان نفسي ان انا اروحها من تاني زي بورسعيد واسكندريه. قابلت فنانين كتير واتعرفت على ناس حلوه كتير جدا، والظروف والايام بعدت عننا ناس اكتر. وقعت كتير جدا، وعرفنا مين معانا ومين مش هيقدر يكون معانا لما وقعنا، مين هيقدر يسد ويسند. بس الصراحه كل ده يخلينا نقول الحمد لله. اتغيرنا، شخصيتي وشخصيتك اتغيروا، كبرنا ونضجنا اكتر، غلطنا كتير وتعلمنا من غلطاتنا، تعلمنا الصبر والاعتماد على النفس، عرفنا قيمه نفسنا، وعرفنا ايه اللي يناسب روحنا وايه اللي ما يناسبهاش نهائي. قرأنا كتب كتير، مش كتير قوي الصراحه، بس اتعلمنا منهم، وعرفنا ان روحنا مهمه، وان ما ينفعش نقصر في حقها نهائي، وان طريق السعاده بيبدأ لما بتلجأ لربنا في كل تفصيله في حياتك. واتأكدت ان ربنا بيهون كتير جدا. هات بقى البوكس ده. سامعاك يا اللي بتقول يعني هو البوكس ده اللي هيخليكي تحققي اهداف السنه دي وتعملي اللي ما اتعملش؟ هقول لك لا طبعا، هي كانت بعزقه معايا وكان نفسي بعزقها وبعزقتها. في 2019 انا كنت لسه اول مره اعرف بموضوع البوكس ده، وجبته وبدات كده ارتب فيه اهدافي بالعقل عشان ما اجيش في نهايه السنه واحبط. وبالفعل رتبت وكتبت وسعيت فتره ديت. فايوه ده يوصلنا لاهميه كتابه اهدافك، بس تكتبها وترتيبها بالعقل. يعني ما تكتبش في اول اهدافك انك نفسك تسافر دبي وانت اصلا 5 جنيه بتتكلم. فده يوصلنا برضو ان احنا نرتب اهدافنا واحده واحده لغايه ما نوصل للهدف الاكبر، وهو ان احنا نروح دبي. في طريقك وانت بترتب اهدافك وبتسعى لها لغايه ما توصل لاخر هدف، انت هتحقق حاجات كتير اصلا وهتكتشف نفسك اكتر. عايزاك تدخل السنه فعلا وانت حابب نفسك، وانت ما بتقارنش نفسك باي حد، وانت واثق ان نفسك تستحق الحلو وبتسعى للحلو ده دايما. عايزاك ترضى وتعرف ان مالكش غير ربنا تلجأ له في كل موقف، وان ربنا هو اللي موزع الارزاق ورزقك مكتوب وهتوصل له. حب الخير للناس وساعدهم، بس اوعى في يوم تقبل انك تبقى مغفل وحقك يضحك عليك فيه. حب نفسك وادخل السنه وانت عارف انك على قد ما تدي على قد ما لازم تاخد. وعايزاك تعرف ان روحك مش سفنجه، وانك مش مجبر انك تمشي تتحمل كل الناس، عشان في النهايه لما بتقع محدش بيتحملك وبتيجي تعيط. المهم انها سنه جديده بتفاصيل جديده، واشوفكم على خير.